الاهلي والقطن الكاميروني 3-0، نتيجه حلوه جدا. مارسيل كولر عمل كل اللي عليه من وجهه نظري، من ناحيه بقى ترتيبات للماتش وازاي قسم الماتش وازاي لعبنا المباراه وكل الحاجات الحلوه اللي انت عايز تقولها. مارسيل كولر عمي وعم عيالي وعلى راسي من فوق. بس الماتش فيه شويه الغاز يا اخوانا، يعني في شويه لعيبه هي الغاز ليه ما بتلعبش، وشويه لعيبه تانية الغاز اساسا هي بتلعب ليه. يعني الموضوع بسيط، مش محتاج فتي كتير اكتر من ان اي حد بيتفرج على كوره او اي حد بيحب كره القدم بيتفرج على النادي الاهلي لازم هيسال نفس السؤال ده. هو ايه قصه مستوى ديانج؟ وليه احمد القندوسي يعني عامل النهارده مباراه حلوه قوي، بس هو المفروض ياخد فرص اكتر من كده، واكتر من هو ياخد فرص من المدرب، هو ياخد فرص اكتر من زمايله واللعيبه اللي موجودين في الملعب. هنتكلم على الماتش اجمالا وايه اللي حصل فيه وايه المشاكل اللي كانت موجوده والحاجات والتفاصيل دي كلها والتقييمات كلها موجوده معانا. بس هو سؤال الحلقه الطبيعي اللي هو دايما انا بساله ليك، انت ليه شايف مستوى ديانج في النازل بالشكل ده لدرجه انك بتحس انك بتلعب ناقص واحد في بعض الاحيان، بعد ما كنت لما بيبقى موجود ديانج بتقول يا سلام ده احنا يا جماعه والله وديانج وهو في الملعب كده بنلعب زياده واحد، مش فرقتين متعادلين. ده طول ما ديانج موجود في الملعب. راح فين مستوى ديانج ده؟ وقول لي رايك في احمد القنوصي واكتب لي الكلام ده تحت في الكومنتات، وما تنساش تديله اللايك الحلو على الفيديو ده وتشترك على القناه وتعمل له شير. لو انت مش مشترك على القناه فعل الجرس برضو، او تاكد انك مفعل الجرس علشان يجي لك كل جديد. انا احمد ياسر عز الدين وده برنامج جول مشترك، وبنتكلم عن الاهلي والقطن الكاميروني اللي كسبنا فيه 3-0. ماتش كان فيه تقريبا 60 دقيقه مملين جدا بالنسبه لي، من ال 90 وال 30 الباقيين كانوا مشوقين قوي، فهنتكلم عليهم بالتفاصيل. ولكن انا شايف من وجهه نظري ان كولر قسم المباراه بشكل متميز. هو كده ولا كده يا جماعه، احنا عايزين نضغط، بنلعب لعبنا الطريقه بتاعتنا، مش عايزين نغير فيها كتير. نضغط جامد على الخصم اللي قدامنا، هنخليه يغلط، هناخد الكره منه، هنجيب جون في الثاني في الشوط الاولاني، نخرج مريحين ونبدا الشوط الثاني ان احنا نحاول نحتفظ بالكره وما نديش فرص للفريق المنافس بتاعنا، اللي من وجهه نظري هو كان النهارده واضح قوي قد ايه بالذات في الشوط الاولاني ان هو منافس متواضع. كنت ممكن تجيب نتيجه اكبر من كده، ولكن النتيجه اللي موجوده دي يا عم 100 فل و10 طبعا. حتى مع التنظيم الدفاعي اللي حاول يعمله الخصم قدامك انت كنت متفوق عليه في بعض الاحيان، ولكن في فرص بتضيع، في لعيبه مستواها بيبقى شكله مختلف. وعشان كده النهارده انا هبتدي اتكلم على التقييمات على طول، علشان من التقييمات اللي انا هقولها لك دلوقتي دي هاخد كام لعيب كده واتكلم عليهم بالذات. بس بصراحه انا هبدا بمجموعه اللعيبه اللي لعبت حلو النهارده، وبعد كده هبدا بالمجموعه السيئه علشان هي دي اللي عليها الالغاز ولازم نتكلم فيها. فخلينا نتكلم اصلا ان الشناوي ما اختبرش، فالشناوي اصلا بره القصه دي خالص، مش هنقدر نديله تقييمات. بس عندك النهارده في خط الدفاع محمد هاني انا بديله يعني 8 من 10. الراجل فتح مساحات كتيره جدا وبيلعب بشكل متميز جدا دفاعيا وهجوميا، عمل كل حاجه النهارده، فانا شايف ان هو من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده. بس رقم واحد بالنسبه لي في الفرقه واحسن لعيب النهارده انا كنت شايف ان هو موجود في الملعب هو طاهر محمد طاهر. ويجي بعديه القندوسي، وقندوسي ليه قصه هنتكلم فيها. بس طاهر محمد طاهر النهارده هو لغز من الالغاز برضو. حتى في الحاجات الكويسه الاهلي دايما لازم يكون في الغاز، ان انت عندك لعيب كويس قوي بيبقى موجود في ماتشات متوهج وبيرقص وبياخد وبيرفع وبيباصي، ومن الناحيه الثانيه وماتشات تانية تلاقي طاهر مش موجود. التذبذب في المستوى هي مشكله عند طاهر من وجهه نظري، اللي انا بديله النهارده 8 ونص من 10 ويمكن 9 كمان. فانا شايف ان طاهر بس مشكلته الوحيده ان المستوى بتاعه اللي انت بتلعب بيه ده يبقى ثابت في كل المباريات، وهيبقى في مكان تاني خالص وهينقلنا نقله تانية خالص. نروح للي بعديه وهو القندوسي لعيب جاب جونين النهارده، او جاب جون وعمل جون تاني اللي يعتبر يعني لرأفت خليل او لمعلول، كان مشارك يعني بشكل كبير قوي في الجون الثالث بتاع رأفت خليل. انا شايف ان القندوسي لعيب متميز جدا وبيدي لك كده حته من الستايل بتاع ابو تريكه تخليك تحس كده ببنيانه الجسماني ووقفته. حتى الهيد اللي جابه النهارده ده مش هيد احنا بقالنا كتير بنشوفه، لا ده الهيد بتاع طريقه ابو تريكه اللي بيجيبها من لحظه، يعني بيجيبها كده من لمسه كده وبتخش كانه بيشوط برجليه بس هو بيشوط بدماغه. فبصراحه انا حبيت جدا النهارده القندوسي والاداء اللي هو عامله. ولكن عندي ملاحظتين. الملاحظه الاولانيه، طيب بما ان الراجل بيعرف بيلعب بدماغه كويس قوي كده وبيواجه دماغه كويس جدا، احنا ليه ما بنستغلوش في الكرات الثابته؟ ليه ما بنخليش ان كل الناس بتبقى مركزه مع ياسر ابراهيم طبعا وعبد المنعم وهم مركزين، هو ياخد مكان تاني يقدر يلعب فيه بدماغه؟ فانا شايف ان دي ممكن تبقى تريكه يستغلها كولر الفتره الجايه. الحاجه التانيه هو تعاون زمايله معاه. لو انت بتتفرج النهارده القندوسي مش افضل حاجه، مش 100%. انا بقول لك انا شايف ان هو مش 100% رغم ان هو جاب جون وعمل جون، لسه في شويه نسبه بسيطه مش معترض. ولكن الفرقه ذات نفسها او القوه اللي كان بيبقى فيها ابو تريكه، لان كل الناس واثقه في ابو تريكه ان لما هتجيله الكوره احنا يا اما هنروح نجيب جون يا اما هنعمل هجمه خطيره. فالفكره النهارده ان الثقه دي لا زالت لسه مش موجوده عند اللعيبه في القندوسي، ما بيلعبوش معاهم كتير، ما بيبدلوش الكوره كتير، ما بيبقى موجود في اماكن كتيره جدا. وكان نفسي احط لك صور والله ان هو بيبقى موجود في اماكن متميزه يقدر يعمل بيها كور كي باسز مهمه جدا للمهاجمين بتوعك او للاطراف. ما حدش بيديله الكوره النهارده. الاطراف لما بيبقى معاهم الكوره سواء طاهر او تاو الناحيه الثانيه، كل واحد فيهم عايز يعمل حاجه يعني بتاعته، هو مش عايز يدي للاتاك ميدفيلدر اللي هو ممكن يلعب معاه 1 2 ويخش هو يجيب جون زي ما شفنا مع علي معلول.
فوجهه نظري ان القندوسي محتاج اكتر الفرقه تثق فيه اكتر، وبعد الجون والاسيست اللي اتعمل النهارده على ما اعتقد ان اللعيبه هتبتدي تثق اكتر، وهتبتدي تفكر انها تدي للقندوسي كتير، لان هي كانت ابتدت تنسى ان في اتاك ميد فيلدر بيبقى موجود عندها زي مثلا قفشه، اللي هو يا عم انا مش هدي اللعيب اللي في المركز ده، انا عارف ان الكره هترجع لورا او هتضيع. فالنهارده لا، احنا عندنا لعيب ممكن يبقى افضل بكتير على الجون، فلازم نستغل ده، ولازم الفرقه يبقى عندها ثقه فيه اكتر وتديله الكره اكتر. عبد المنعم برضو النهارده عمل اداء كويس جدا، انا مديله النهارده 7/10، ولكن برضو انا اللي قبل عبد المنعم بالنسبه لي كان اللي موجود النهارده علي معلول. وعلي معلول هنا زي ما انا بحب اوجه رساله لكل الناس، فانا بحب اوجه رساله لكولر. النهارده حصل التغيير، بعيدا عن علي معلول طبعا كان اداؤه مميز جدا وكان موجود في الاجوان، وعمل الكره اساسا اللي راحت على دماغ عبد المنعم وضيعها في الضربه الثابته، عمل حاجات كتير قوي، وعمل منها الجون الاخير بتاع رأفت خليل. بس العلامه المميزه او المضيئه النهارده اللي انا بطالب بيها كولر، يعني بص احنا عندنا دايما ساعات مشاكل في الطرف الشمال ده، ما بيبقاش عندنا لعيب فيه، طاهر بيبقى وحش، طاهر مش عارف ايه، لا انك نزلت محمد اشرف يلعب باك شمال ورا علي معلول طرف، زي ما كان معلول بيلعب زمان في الصفاقسي، ان هو كان بيلعب في بعض الاحيان بيلعب وينج كمان. لا الحته دي مميزه جدا. ليه؟ لان اشرف هياخد خبره عظيمه جدا، ان انت ايه، هو معلول عارف هيحط له الكره ازاي، وهيقول له انت تجيلي ازاي وتعمل ايه وتتحرك ازاي. الفكره دي هتبقى كويسه وهتطور محمد اشرف بشكل كبير قوي. والحاجه الثانيه، لا علي معلول في الطرف الشمال ممتع مهما كان اصلا مين اللعيبه اللي موجوده، سواء بقى طاهر والاداء المميز وكل الكلام ده، لا علي معلول قصه تانية لما بيلعب طرف شمال هجومي وتسيب له ظهره وتقول له ما ترجعش يا باشا، انت العب بس هنا مالكش دعوه. فانا نفسي يبقى عندنا فرص اكتر الفتره اللي جايه، ان احنا نشوف من كولر ان هو بيلعب اللعبه دي تاني، يحط معلول طرف وتحتيه محمد اشرف باك شمال، يعني هتشوف حاجه حلوه صدقني. وطبعا محمد شريف اللي انا عايز اديله 8/10 النهارده، لولا الاصابه اللي خدها، الا ان الكره اللي لعبها مع طاهر ال1-2 وتمركزه، وفكره ان هي لما جه يستلمها وعليت منه راح نتشها بالشمال كده، حته كره كده بتحس ان هي بستايل فان باستن كده، لا عجبتني جدا. والنهارده محمد شريف كان مركز، وكنا ممكن ناخد منه افضل بشكل اكتر في الماتش، ولكن الظروف ما سمحتش قوي بكده. فاحنا عندنا مستشفى فيها 6 وناس كتيره قوي مصابه، مش 6 بس، هم 8 اصلا. والنهارده احنا بنشوف عبد المنعم الله اعلم ايه اللي هيحصل له لما يخرج، محمد شريف ايه القصه، فكده ممكن يبقوا 10. ال10 دولت برضه عشان تبقى فاهم، من ضمنهم الاثنين اكرم وكريم، اكرم توفيق وكريم فؤاد، اللي انا من وجهه نظري اصابتهم الطويله برضه اثرت على الجنب اليمين بالذات، ولكن انا شايف ان هاني بيسد بشكل كويس. ويتبقى 3 لعيبه، هتكلم على واحد فيهم اللي هو رأفت خليل، ان انا شايف النهارده ان اللعيب عنده امكانيات كويسه ويقدر يلعب، ولكن هو محتاج فرصه، وجاب هدف النهارده ولا اروع من لعيب صغير في السن بينزل يفنش في وسط لعيبه كان بيجي لها 5 و6 فرص قدام الجون والجون فاضي وكانوا بيضيعوها. فبالتالي اكيد هيبقى بالنسبه لنا احنا لما نتفرج عليه هيكون مميز، يعني هتعمل ايه لحد ما تشوف اكتر منه. ولكن انا شايف ان هو لازم يكمل كوكا، وفكره ان يلعب زي ما قلت لك محمد اشرف، الثلاثه دولت ان هم يتواجدوا في المباراه ديت حتى لو ل 10 دقائق، فهي خبرات مهمه جدا. ولكن انا شايف ان الاعتماد عليهم ابتدى دلوقتي يبقى احسن، وممكن تبتدي ايه تشوف بذره حاجه حلوه، فادوهم فرصه شويه الفتره اللي جايه، ده من وجهه نظري. ونخش بقى على الطقم الثاني اللي انا بقى يعني ده لغز بقى اللي هو تعبني في حياتي بقى، ديانج، تاو، حمدي فتحي وشادي حسين. الاربعه اللي فاضلين طبعا باستثناء ياسر ابراهيم اللي انا بديله 6/10، هو يعني برضو لم يختبر بشكل كبير قوي ياسر ابراهيم عشان ما اقدرش برضو اظلمه يعني، ولكن الاربعه دولت لا في لغز. اولا ديانج، فكره ان انت ما بترجعش اساسا لحد دلوقتي من ماتش ريال مدريد وان انت عطلان، فخلينا نتفق اتفاق، لو ديانج انت عندك مشكله وعايز تسيب النادي الاهلي وقلقان، او بمعنى صح اللي في دماغك دلوقتي ان الفرصه ضاعت، فلو ده اللي موجود جوه دماغ ديانج ومخلي مستواه بعيد قوي، لان ديانج زي ما قلت لك كان بيدي لك افضليه انك بتحس انك بتلعب واحد زياده، النهارده انت بتحس انك بتلعب واحد ناقص، لعيب بيضغط، المفروض ان هو بيضغط يستخلص الكوره ما بيستخلصهاش، ولو استخلصها وهيبتدي يبصيها ممكن يعمل ميس باص يودي عليك كارثه الناحيه الثانيه، ده مش ديانج اللي احنا نعرفه. فلو في دماغ ديانج ان الاحتراف باظ وان هو كده مستقبله ضاع، فحد يقعد معاه يا جماعه، ودي اخر فرصه لينا ان احنا نبيع ديانج بوجهه نظري هي السنه دي، يقعد معاه يقول له بص اي العرض اللي هيجي لك يا ديانج الفتره اللي جايه بقى فوق ال 3 مليون هنبيعك، تمام؟ فلازم تهدى. ولكن في نفس الوقت انت لو ما جاتلكش عروض بالمبالغ دي انت قاعد معانا ومعزز مكرم، بس علشان العروض دي تيجي لازم ترجع ذهنيا تاني علشان اقدر انا ابيعك، والا في الحل ما هو لو انت وحش الناس هتشتريك ليه؟ لو انت مستواك وحش الناس هتشتريك ليه؟ او اللي هيجي يشتريك هيبقى عايز يسد خانه وهيجي يشتريك بمبلغ قليل. فارجع تاني لمستواك علشان تقدر تتباع، وفي نفس الوقت احنا نستفيد وانت كمان تستفيد. وفي النهايه لو انت يعني ما الدنيا ما مشيتش معاك بره، فانت معانا يا ابني وابننا والدنيا تمام، بس مستواك يرجع. فانا بدي لديانج النهارده بصراحه مش اكتر من 3، ويجي بعديه تاو
مجهود بدني كبير جدا 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 دون اي فايده. تو النهارده محمد هاني كان بياخد له شويه اماكن، اللي هو يا ابني بس اديله الكوره هنروح نجيب جون. لا تو ما مش مركز. طب انت لما هتلعب هنا يا تو على الطرف لازم تتكلم مع هاني، فهل بيحصل المناقشات دي ما بينكم قبل المباريات، اللي هو انا يا ابني هجري لك واعمل معاك اوفرلاب، حط لي الكوره، يعني في اي حاجه بتحصل ما بينكم، ولا انتوا ما تعرفوش بعض يعني، او ما شفتوش بعض قبل كده؟ لانه تاو كل ما بياخد الكوره بيبقى هو في وادي، ومحمد هاني بياخد مركز مميز جدا يقدر يعمل بيه عرضيه متميزه، ولا حياه لمن تنادي. وجوه بقى بيقع جوه ال 18، ما بيعرفش يشوط، بيضيع كوره اصلا نازله على دماغه قدام الجون وحاجه كده مسخره. فلا تاو سيء. وتاو تحس ان هو بعد ما بيقفل الترانسفير ماركت او فتره القيد خلاص بيقول لك انا كده تمام قاعد في النادي الاهلي لحد نهايه الموسم، سلام عليكم تصبحوا على خير، اخ انا نايم. اخر اتنين لعيبه هم شادي حسين وحمدي فتحي. انا عارف ان حمدي فتحي بيتصاب وبيرجع وبيتصاب وبيرجع، والنهارده كان في اوبشن ان هو يعمل كورتين على الجون، في كوره منهم جت في العارضه على عيني وعلى راسي، ولكن ده مش حمدي فتحي اللي احنا بنشوفه اللي بيستخلص الكوره وبيباصي. انا ما كنتش حاسس بحمدي فتحي النهارده موجود تماما. والناحيه الثانيه بالنسبه لشادي حسين، اللي هم الاثنين بالنسبه لي هم خدوا خمسه. شادي حسين جات له ثلاث او فرصتين او ثلاثه، في فرصه منهم انا ما اعرفش ليه هو طار في الهواء ووقع اصلا وعمل ان هي ضربه جزاء وخد بعديها انذار. انا مش قادر استوعب برضو المشكله اللي موجوده عند الاثنين لعيبه دولت. ولكن يمكن شادي حسين عشان عدم المشاركه، بس شادي حسين لا بعيد قوي عن فكره انك تكون مهاجم للنادي الاهلي. حمدي فتحي العكس تماما، هو ده اللعيب اللي انت عايزه يكون للنادي الاهلي، ولكن انت مستواك برضو قليل ليه، لازم تركز اكتر. ممكن جاي من اصابه ونعذر الموضوع دوت وكل حاجه وعلى عيني وعلى راسي، ولكن وسط الملعب محتاجك بشكل كبير قوي. مروان عطيه برضو من اللعيبه المميزه جدا واللعيبه المهمه جدا اللي هتعتمد عليها. فلو انتوا الاثنين سواء حمدي فتحي او ديانج الاثنين تعبانين، لعبوا يا جدعان كوكا وجنبيه مروان عطيه وهي مش فارقه بقى، خلاص الموضوع يمشي على كده. انا كده قلت كل اللي عندي، فانت بقى محتاج تقول كل اللي عندك برضو في الكومنتات، وطبعا تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على الفيديو ده وتعمل له شير، والموضوع بسيط. اشوفك الحلقه الجايه، السلام عليكم.